كل سنة قبل المدارس بيومين لازم تعملي كده عشان ترتاحي السنة كلها وتوفري وقت وتوفري فلوس وتوفري مجهود كمان. تعالي شوفي بقى، هعملك افكار حلوة قوي في الفيديو ده. انا جبت هنا اول حاجة وok، نزلت فيها بشوية زيت وحوالي نص كيلو من البصل متقطع قطع صغيرة، معلقة توم مفروم. اول ما البصل والثوم يطلعوا ريحتهم هنزل بطماطميتين متقطعين شرايح، وفلفل رومي وفلفل سبايسي متقطعين برضو زي ما انتوا شايفين كده. هقلبهم مع بعض ياخدوا ويدوا مع بعض كده، وايه، والطماطم تدبل شويه هي والفلفل. هجيب بقى هنا حوالي كيلو من السجق كده او الصدق زي ما بتسموه، هديله كده لفه في الكبه، هفرمه فرم ناعم. اول ما اتفرم معايا بروح نازله بيه على الخلطه الحلوه دي، وببدا ان انا اقلب السجق بقى معاها مع التوابل، عباره عن ملح وفلفل اسود ورشه كده من الحبهان البودر. هقلبهم مع بعض كده، ما بحطش توابل كتير لان السجق اصلا بيبقى متبل وهو الجزار بيعمله. تمام. هقلبهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى معلقتين كبار من معجون الصلصة وهكمل تقليب. بجد تاكلي احلى سندوتشات بقى سجق اسكندراني. دي طريقتي بقى، بحب اعمله بالطريقه دي، بياكلوا صوابعهم وراه. هنزل بقى في الفلايه رومي مفرومه، والمفروض ان انا 5 دقايق وهطفي عليه ويتعمل في سندوتشات. تعالوا بقى الصنف اللي بعده. بجيب هنا حوالي نص كيلو من الحليب البودر، هنزل عليه بشويه كده من السكر الدايت. تمام. هتعملي ايه؟ هعمل لكم مفاجاه بقى، مفاجاه. هقلبهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. هزود كمان شوية سكر وهكمل تقليب. بعد كده بقى انا عندي هنا طحينة السمسم، انا بعملها في البيت. الطحينة دي يا جماعة طبعا السمسم يعني دايت، يعني مفيش اي قلق منها. هقلبهم مع بعض. انا هنا بعمل ايه؟ بعمل الحلاوة الطحينية علشان خاطر المدارس. تمام. بنزل بباقي الطحينه كده وبعجن بايديا لغايه ما احصل على القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. هنا بقى بجيب العلبه بتاعتي، بحط شويه سوداني. هقسم بس السوداني عشان الكميه جت كتيره، فانا هقسمها على علبتين. الحلاوه دي هتنفع قوي الناس اللي عامله دايت، الناس اللي بتخاف من السكريات وبتاكل اكل صحي. انا حبيت اعملها لكم النهارده بالسكر الدايت وبطحينه السمسم، مش الطحينه التانية اللي بتخن اللي فيها دقيق، علشان خاطر تاكلوا منها براحتكم وكمان تكون خفيفه في السندوتشات للولاد للمدرسه. بكبسها بايديا وكده. المفروض ان اول علبه جهزت معايا. نفس الكلام هعملها في العلبه دي. شويه السوداني هنزل بيهم، طبعا السوداني بيكون متحمص، واي مكسرات تفضليها حطيها. اقفليهم كده بقى ودخليهم التلاجة، لما تيجي المدارس تعملي لهم احلى سندوتشات. الصنف ده بقى في قلبي كده، في قلبي. بجيب كيلو ونص من التين البرشوم الحقيقي بسرعة قبل ما يخلص عشان هو قرب يخلص، وهتقطعيه وانزلي عليه بقى برشة بسيطة من ملح الليمون وبرده سكر دايت عشان هنعمل المربى بتاعتنا خفيفة وتاكلي منها براحتك لو انت عاملة دايت، وتأكلي ولادك سندوتشات للمدرسة الصبح تبقى خفيفة كده عليهم. هرفعها على النار زي ما هي وههدي النار لغاية ما تتحول مربى. جبت هنا بقى كيلو ونص من التفاح، قشرته والقشر مش برميه، بحطه في الكازارولا، بنزل عليه بميه بغليه على النار عشان القشر ينزل اللون الاحمر اللي فيه ده. عشان هقول لكم هنعمل بيه إيه. هنا عندي المقوار ده، هقور التفاح عشان اشيل منه البذر اللي في النص. بجيب بقى طاسه او صينيه، بنزل كده بشويه حلوين من السكر الدايت، حوالي 5 معالق كبار. تقدري تعمليها بالسكر العادي لو انت مش عايزه سكر دايت، بس انا حبيت اوريكم ان احنا نقدر نعملها دايت يعني. نزلت بشويه من ميه السلق بتاع القشر، شايفين لونها احمر ازاي؟ عشان انا عايزه السكر ده يتكرمل مع الميه. اول ما بيتكرمل ويوصل للون الحلو ده، بكون بقى مقطعه التفاح قطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده. بروح نازله بالتفاح على الكراميل اللي انا كرملته، هقلبهم مع بعض كده، هديهم تقليبتين مع بعض لغايه ما يتشرب الكراميل. بجيب بقى ميه ايه؟ ميه قشر التفاح، بروح مصفياها ونازله بيها على التفاح بالشكل ده. بسيبها بقى تعيش لغايه ما تتحول لمربى. بحط رشه ملح ليمون وبهدي النار عليها ورشه قرفه. يا سلام بقى لو حطيتي قرفه ورشه ملح ليمون، رشه ملح ليمون هيديها مزازه والقرفه تديها نكهه حلوه قوي. قلبيها وغطي يعني المربى وهدي عليها النار خالص، هتستوي معاكي بقى. تعبيها في البرطمان وتكوني جاهزه عندك في التلاجة سندوتشات للولاد للمدارس. امبارح عملت لكم الشوكولاته النوتيلا الصحيه برضو وزبده الفول السوداني الصحيه. مين شاف بقى الفيديو؟ علشان خاطر برضو المدارس، فقلت اعمل لكم الحاجات دي برضو للمدارس، حلوه قوي. يلا بينا نشوف الصنف اللي بعده، وده مهم جدا بقى. الايه؟ مربة الايه؟ التين بقى.
خلاص خلصت معايا مربة التين، عبينا مربة التفاح، نعبي بقى مربة التين. وطبعا البرطمانات دي انا بعقمها بميه سخنه بتغلي، وبعد كده بروح منشفاها وبعبيها كده وبشيلها بقى ايه لما تيجي المدارس. هنا عصرت حوالي كيلو من عصير البرتقال، وجبت الزنجبيل الفريش نزلت بمكعبين 3، وعصير ليمون حوالي ربع كوبايه، ومعلقتين كبار من العسل الابيض، ورشه من الكركم. الوصفه دي لازم ياخدوها الصبح قبل ما يروحوا المدرسه عشان تحافظ على المناعه بتاعتهم وتقويها، وكمان ما يجيلهمش برد، الشتاء جاي. فخلوا بالكم، هتلاقوا كمان البرتقال مالي الدنيا، يعني موجود صيف شتاء. نزلت بقى بمعلقتين كبار جيلاتين هدوبهم في ميه سخنه، والخليط بتاعي بيغلي على النار. بعد كده هنزل بيه بقى علشان نشوف الوصفه الحلوه المغذيه دي اللي هي ايه، هتقوي المناعه لاولادنا في المدارس، فتديهم ايه منها بقى قبل ما يروحوا المدرسه. بدوب كده معلقتين كبار من النشا كمان مع شويه برتقان، وبروح نازله بيهم بدوقها بشوفها محتاجه سكر ولا لا. حسيت ان هي محتاجه عسل، مش هنحط سكر بقى عشان هي صحيه دلوقتي. خلاص كده بشيل بقى الريم من على الوش زي ما انتوا شايفين، وكده خلاص القوام بتاعها المفروض ان هو بيتقل معايا. يلا بينا بقى هنرفعها على النار ونجيب البايركس بتاعنا هننزل بيها، ندخلها التلاجة هتمسك نفسها تبرد، يعني سيبوها تبرد على الرخامة. بعد كده دخليها التلاجة، قطعها مكعبات واديلهم مكعب وهم رايحين المدرسة. يلا بقى تجهيزات المدرسة ما تنسوش.